قلنا للناس الجوله اللي فاتت ما تجيبش هالاند لان كنا متاكدين انه مش هيعمل حاجه. طب الجوله دي مين اللي مش هيعمل حاجه من اللعيبه الكبار؟ ازيكم يا جماعه في حلقه جديده من ديدلاين. في حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم سريعا لان الديدلاين هو بيجري ورانا. يعني احنا ديدلاين وبيجري ورانا ديدلاين. فسريعا كده هنشوف اللعيبه اللي ممكن نمشيها واللعيبه اللي لازم نجيبها للجوله الجايه ونكابتن مين للجوله ال21 من فانتسي الدوري الانجليزي. مش هتلعب انت ال20. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو اول مره بتتفرج علينا، ويلا بينا نبدا. ونبدا بفقره ترند الاسبوع. معلش ندي لكل ذي حق حقه، ولو مش ذي حق انت هتقرفنا كده فاقرفنا يلا. لا معلش، من جولتين قلنا في الديفرنشيالز على باري وبروكس. باري من ايفرتون وبروكس من بورنموث، والاثنين الحمد لله جابوا نقط الجوله اللي فاتت. فينه اللي كان بيهاجمني عشان فولتمادا قلت امشيه هو ورايندرز. انت بتقول ان هيبقى في روتيشن بينه وبين ويسا والشاب بيوسع على الترابيزه. حصل. طب ما هو في دقايق هيلعبها ممكن يجيب فيها جوان. حلو، وانا بقى اجيب لعيب في الفانتازي؟ لا نجيب تياجو اللي بيلعب 90 دقيقه شيفت. انا ما عنديش تياجو في الفرقه. انت يا ابني كان هيبقى معاك لولا ان انا ضربتك وخليتك تجيب جيوكريس. طيب ماشي، بس بيلعب 80 دقيقه واساسي. مين هو؟ جيوكريس. طب وبيجيب نقطتين حلوين، راضي انا احسن ما الاقيه على الدكه. لا بجد على الدكه احسن. على الدكه احسن. خلاص لو انت عايز لعيبه تقعد على الدكه هات بقى فولتمادا وهات رايندرز الحضري وهات بقى اي حد بيقعد على الدكه. وولفز ماشي. طول الموسم محققين نقطتين، الثالثه على اليونايتد عشان يرازوا فيا عشان انا كنت مكابتن كونيا. بس احنا اتفقنا ان مانشستر يونايتد مش فرقه تعتمد على اللعب ده. بس خد بالك انا ما زعلتش. ليه بقى؟ كونيا جاب نقطتين، ايكيتيكي جاب نقطتين، هالاند جاب نقطتين. تعزيه الحاره على ويلبك. بس بقول لك ايه، واحنا بنتفرج انا قلت لك ان الثانيه دي مش هيجيبها. حصل صح. بس واحده حلوه قوي جت في العرض. لا دي مش بتاعته، دي زيدان 2006 دي مش بتاعته. وانا عارف ان صلاح 2025 انا عارف ان هو من الجيل ده. لا اللي هي عاليه قوي ايوه دي بانينكا. انا بس عندي حاجه غريبه والله العظيم بجد، ليه كل جوله هالاند ببلانك فيها اي كابتن اوبشن تاني ببلانك؟ هو مفهمهم يعني بجد اللي هو انت بجد كسبان خسران حاطط الكابتن على هالاند عادي وانت مطمن. لو هو ما عملش حاجه برضو اللي الناس هتكابتنه مش هيعمل حاجه. ونخش على الفقره الثانيه وفقره المقصله. مش هخش معاك. لا خش معايا. الفقره دي هنتكلم عن شويه لعيبه حان الوقت ان احنا نمشيهم، خلاص كفايه عليهم في فرقنا كده خلاص. اول لعيب معانا في الفقره وهو بالمر من تشيلسي. يا جدع والله. ليه بقى؟ مستواه سيء جدا، لسه ما جابش فورمه، بيتمشى في الملعب تقول لي ده جاب جون الماتش اللي فات وماسك البلانتيات، ولا كانه جابه بجد ولا بيعمل اي حاجه في الملعب خالص. تشيلسي من سيء لاسوء وماريسكا مشى والبلانتي كان هيضيعه اصلا. كان نفسنا يعني. جابريل رجع، الف حمد لله على السلامه. طبعا الناس اللي راحت جابت هنكابي في فتره اصابه جابريل قولوا له مع السلامه بقى، لان جابريل طبعا طول ما هو سليم هو اللي هيبقى موجود اساسي. ما اعتقدش ان هنكابي هيرجع يلعب باك شمال. اعتقد ان كالافيوري هيرجع تاني، فممكن هنكابي يرجع تاني على الدكه. سيمينيو لازم نركبه المقصله خلاص. عشان هيلعب ارسنال؟ لا مش عشان هيلعب ارسنال والله، عشان الراجل ادى ما عليه وجاب لنا النقط وظبطنا وخلاص. راح السيتي، فرايح السيتي يعني هيقعد على الدكه، يعني روتيشن، يعني قرف ووجع دماغ. هو كان النجم الاول في بورنموث، فعشان كده كل ماتش بيساهم مع ضربات الجزاء مش عارف ايه الاوتات الكلام الحلو ده. ولكن خلاص بقى وقته انتهى ومحتاجين نفكر في بديل ليه. دي حاجه كبيره يعني. لا ما هو كده ماشي من بورنموث، بس النادي الاقرب ليه دلوقتي هو السيتي. الا لو بيرتا ليه راي تاني يعني. الا لو مين؟ بيرتا ليه راي تاني. بيرتا مدير التعاقدات عندنا في النادي، في نادي الصيد. اتكلمنا من 3 جولات ان فولهام عندها 3 جولات اقوياء جدا ولازم نستغل لعبتها. خبر مؤسف ان ال3 جولات خلصت للاسف، وانا فعلا همشي اندرسون وهمشي ويلسون. لو اي حد معاه ويلسون، هاري ويلسون من فولهام مشيه. داخلين على جدول صعب الى حد ما، وهتلاقي فيه اوبشنات احسن بكتير بالسعر ده. عندها ماتشات احسن 3 جولات او ال5 جولات اللي جايه. حبيب قلبي اللي انا خلاص اصلا وانا قبل ما اصور دخلت بعته وجبت روجرز. ساكا لازم يمشي بصراحه، سعره غالي قوي على اللي هو بيقدمه، واحنا بنفكر ان هو ساكا هو اللعيب اللي هيقود ارسنال في المرحله الهجوميه، وهو اللي هيعمل مساهمات،
ولكن هو غالبا معلق على ال5 على ال6. ايوه على يعني الاسيست على الجون هو معلق على الكلام ده. فانا ممكن اقول لك 18 لعيب ممكن يجيبوا لك 5 نقط كل جوله عادي، يعني مش ب 10 مليون. نخش على الفقره الجميله اللذيذه اللي بتدينا امل في الحياه، وهي شوال النقط اللي بنقول لكم على اللعيبه اللي هتجيب نقط بنسبه كبيره قوي الجوله اللي جايه. عندنا اول لعيب في الجوله اللذيذه دي وهو بون من ويست هام. عمل ماتش حلو جدا قدام برايتون، جاب جون ويمكن يكون ضيع 2 زيهم. فبون زي ما اتكلمنا من كذا جوله ان هو ماسك فورمه حلوه وهيبقى مهم جدا الجوله اللي جايه. تاني لعيب وهتستغرب ان انا بقوله، وانا ما عنديش ثقه خالص في الفرقه دي، ولكن للاسف هو لفت نظري، هو سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد. كان خطير جدا في ماتش وولفرهامبتون، وجاب كره في العارضه، ضيع فرص كانت قريبه قوي. فاعتقد ان سيسكو هيكون من الاختيارات الكويسه جدا في الهجوم للفتره الجايه. زي ما قلت الفقره اللي فاتت ان انا خلاص اديت النحو لكابتن ساكا وجبت بداله روجرز. الواد مش هقول لك ان هو ليه نمط ثابت وتقدر تتابعه في كل جوله، لا هو مجنون، وممكن يشوط لك من بعد نص الملعب، ممكن يعمل لك اسيست، فهو ملوش باترن معين. بس هو الفتره دي في فورمه كويسه، والاحسن كمان ان استون فيلا عندها كذا ماتش مهمين جدا، فممكن تعتمد على روجرز الكام جوله اللي جايه. بص ال6 فرق دول يا كابتن يوسف جدولهم ممتاز جدا للفتره الجايه: ويست هام، برينفورد، ايفرتون وساندرلاند، استون فيلا وبرايتون. وانا برشح من ساندرلاند روفس الجون الوحيد بعد طبعا رايا ودوناروما، الجون الوحيد اللي بيعمل تصديات وبيطلع بكلين شيت، فهيكون من الاختيارات الكويسه. ارمي بقى بتروفيتش في الزباله والقرف ده كله، فروفس هيكون مهم جدا للفتره الجايه. ونخش في الفقره الرابعه والمهمه جدا، وهي فقره الديفرنشالز. طبعا للاسف اضطرينا نتفرج على برايتون قدام ويست هام عشان نتفرج على ويلبك، ولفت نظرنا ميتوما اللي رجع من الاصابه، عامل اداء كويس جدا قدام ويست هام، فممكن تبص عليه بصه. الاونر شيب بتاعته قليله وممكن يفرق معاك. اتكلمنا على اللعيب ده كتير جدا من جولات سابقه، وفي فقره الديفرنشالز اصريت عليه كذا مره، وهو تروسارد من ارسنال خطير جدا جدا. هو اللي ماسك الوينج الشمال، خلاص مارتينيلي قاعد دكه، وبيعتمد عليه ارتيتا بشكل كبير جدا في صناعه اللعب وكمان في التسجيل. كفينا الجوله اللي فاتت ب 13 نقطه قدام استون فيلا، واعتقد في الماتشات الجايه هيكون اختيار كويس جدا جدا من ارسنال. لو بتفكر في بديل لديكلان رايس عشان الاصابه او لساكا عشان السعر، فتروسارد هيكون انسب اختيار. جونسون لعيب توتنهام راح كريستال بالاس وبنسبه 100% هيلعب اساسي، وسعره 6.5، وهتلاقي الاونر شيب بتاعته قليله، فالعين مش عليه بقاله فتره، فممكن تبص عليه بصه كده كويس. اخر لعيب معانا في الفقره دي وهو لعيب بصراحه بعيد قوي، يعني بعيد ريسك كبير قوي، ولكن هيكون مش هيعمل حاجه يعني. لا مش يعني ممكن يعمل، عشان كده انا بقول ان هو بعيد قوي. هو تولو مهاجم وولفرهامبتون ب5.4، هيكون اختيار كويس اعتقد الفتره الجايه. وولفرهامبتون بتعتمد عليه بشكل كبير قوي. ونخش في الفقره الخامسه وفقره الكابتنه. فقره الكابتنه الجوله دي هتبقى برعايه هالاند، لان ما اعتقدش ان هيبقى في جولتين هالاند مش هيعمل حاجه وهيقعد ساكت، يعني اعتقد هيدي دش سائع لنفسه. اعتقد ان هالاند لازم الكابتن الجوله دي، والله ما اعرف هو هيلعب مين. تشيلسي. استغفر الله العظيم يا رب. عندي 3 كباتن ريسك، ال3 مش هيجيبوا حاجه يا عم عيب عليك. خد بالك انا عايز اغير المثل بتاع نو ريسك نو فن لنو ريسك نو ايرن. 3 ريسك يا كابتن يوسف. اولهم بوين قدام وولفرهامبتون، ثانيهم روجرز قدام نوتنجهام فورست، حلوه دي. ثالثهم تروسارد قدام بورنموث. لا انت في واحد عايز تقوله بس انت خجول. انا زهقت من كتر ما بقوله بصراحه. وعلى فكره هو انت هتقول مين؟ جيوكريس. بجد الماتش بتاع استون فيلا يطلع بجونين. لا خلاص بقى، هي شغلانه في ايه يا عم؟ نسميها الديد جيوكريس وخلاص. ما هو ديد فعلا. ولد. عايز تقول مين انت بقى؟ كونيا. والله اهو عمري ما هكابتنه تاني. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على خير ان شاء الله الجوله الجايه اللي هي كمان يومين يعني. سلام عليكم.